أول يوم لينا هنا في شنغهاي، هنستكشف المدينة كلها مع بعض. يا نهار أبيض. بصوا الدركسيون بيلف لوحده، الدركسيون بيلف لوحده من غير سواق. برضو المول ده من أكتر المولز اللكجوريوس الفظيعة اللي موجودة هنا في شنغهاي. لا أنا إيه اللي يوديني الصين؟ بلد مش نظيفة، مدينة كبيرة جدا، هنقضي اليوم كله سوا، هنتفرج على حاجات كتير قوي. خليني أوريكم حاجة مهمة قوي، وهي علامة الحلال اللي تبصوا عليها وتدوروا عليها في المطاعم هنا. لا الريش دي خطيرة. حاجات غريبة جدا مش فاهمين هي عبارة عن إيه في الصين. يعني دي عروسة تقريبا اللي ورايا دي، وهتعمل فوتو سيشن مع البرج هنا الساعة 7. بجد مش مصدقين قد ايه الشوارع اقسم بالله نظيفه. طبعا مختلف بجد عن المدينه، مدينه مختلفه جدا جدا جدا. دونا واحد لايك ويلا بينا نبدا الفلوج بتاعنا. من الحتت اللي مشهوره شويه في شنغهاي عامه المول اللي احنا فيه ده، ومن الحاجات برضو اللي مشهوره في المول اللي احنا فيه ده هو برضو المول ده من اكتر المولز اللكجوريوس الفظيعه اللي موجوده هنا في شنغهاي. اللي مشهور بقى هو المركب اللي قدامنا ده بتاع البراند اللي هي لوي فيتون. مركب مميز جدا، عاملين حرفيا مركب كامل تقدر بقى تخش لوي فيتون من هناك. ده المدخل زي ما انتم شايفين، واكسبيرينس بقى مختلفه خالص. يعني هم واخدين المركب ده وباقي المول ممكن تخشوا بقى من هنا او من هنا او من هنا. المنطقه دي منطقه لكجوريوس بطريقه مرعبه، يعني لكجري كل حاجه هنا غاليه جدا جدا جدا. براندات مختلفه عن اي مكان تاني، انضف براندات في العالم هتلاقيها في المنطقه دي. وطبعا معاهم هنا لوي فيتون. بص في بادي جاردز اصلا على الباب، اللي هو مش اي حد بيخش. تخيلوا في بادي جاردز حرفيا على الباب، مفيش اي حد بيخش من هنا. ما ينفعش تخش من هنا غير لو انت تقريبا حاجز او تعرف بقى تدخل نفسك جوه. الموضوع مختلف خالص هنا، بس اكسبيرينس حبيت اوريها لكم. يلا بينا على المكان اللي بعده في اول يوم لينا هنا في شنغهاي. انطباع بجد مختلف خالص عن المدينه دي. انا ما كنتش متخيل هنستكشف او هنشوف ايه فعلا في اول يوم في شنغهاي، بس طول ما احنا ماشيين قاعدين بنتفاجئ باللي بيحصل حوالينا. شويه نلاقي حاجات لكجوريوس جدا، شويه نلاقي الشارع عادي جدا وما فيهوش اي حاجه، شويه نروح برضو مناطق ثريه جدا زي المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي. شنغهاي الصراحه فيها حاجات كتيره جدا، مدينه فيوتشرستيك قوي. وان شاء الله بالليل هنتفرج على بقى السكاي لاين الاساسي بتاع شنغهاي، هنتفرج على الابراج وقت الابراج دي بتنور فيه. ممكن نروح برضو نحاول نلاقي مطاعم مسلمه نستكشف فيها المدينه دي. اشارات المرور في شنغهاي، ادينا ماشيين قاعدين بنتفرج ايه اللي بيحصل حوالينا في وسط المدينه دلوقتي عند واحد من اكتر المولز اللكجوريوس هنا في شنغهاي. وداخلين بقى من المنطقه اللي هناك دي، برضو من اكتر المناطق المشهوره هنا. احنا يعتبر دلوقتي في وسط المدينه. يا جماعه اكسبيرينس مختلفه خالص بجد هنا، بجد كل حاجه هنا منظمه بطريقه غريبه. الموضوع فعلا مش طبيعي، كل حاجه منظمه. ناس ماشيه في اللينز بتاعتها. ده لين بتاع عجل ماشي عكس اتجاه لين العربيات، يعني بصوا ده اتجاه لين العربيات وده لين العجل ماشيين العكس. هنا بقى في مول تاني موجود هنا، وده المول بتاع لوي فيتون او المركب بتاع لوي فيتون موجود هنا. والجزء بقى بتاع اللين بتاع العجل ده رايح جاي، يعني تقدر تروح وتيجي من هنا. حاليا مستنيين بقى الاشاره تفتح من هناك علشان نكمل اللفه بتاعتنا. من الحاجات بجد اللي لاحظتها في الشوارع هنا قد ايه هي نظيفه، قد ايه هي منظمه. احنا بجد مش مصدقين قد ايه الشوارع اقسم بالله نظيفه. الموضوع مش طبيعي والله. روبوتس هي اللي بتنظف المدينه. والله ممسوحه الارض بجد بتلمع. يعني الموضوع غريب، الناس منظمه جدا جدا جدا. يعني انطباعاتنا الاولى عامه عن شنغهاي خطيره بجد. مدينه فيوتشرستيك جدا، مدينه نظيفه قوي، كل حاجه منظمه، لينز عربيات فظيعه. كل العربيات الماشيه هي الاحدث بالظبط في العالم. عربيات مش موجوده اصلا في عالمنا العربي وفي مصر بالتحديد. فيعني مدينه بص منظر العربيات، بص منظر العربيات. عربيات احنا ما نعرفهاش اصلا، منها عربيات بقى كهرباء، عربيات مناظرها غريبه جدا، حاجات بقى ما طلعتش بره كوكب الصين. يعني دي عربيات ما طلعتش بره الكوكب اللي احنا فيه ده. بجد انت فعلا لما بتيجي الصين تخش عالم تاني. يعني هنشوف بقى ابلكيشنز مختلفه بنستخدمها هنا علشان نتعايش مع هذا الكوكب المختلف خالص
عن العالم. ابلكيشنز بقى غريبه جدا موجوده هنا علشان تقدروا تتعاملوا جوه الكوكب الغريب اللي احنا فيه دلوقتي ده. قاعدين بنتمشى اهو على الرصيف. بصوا شكل الباصات، بصوا شكل الباصات عامل ازاي. تحس ان انت والله العظيم في عالم تاني، مش عارف ليه بس تحسه شكله مختلف بالمنظر بتاعه بالانوار اللي عليه. انا حاسس ان شكل اللغه والكتابه بتاعتها هي اللي مديه احساس اللي هو انت في عالم غريب فعلا. ادي العربيات، بصوا مش سامعين حس، يعني انت سامع صوت الكاوتش العربيه وهو ماشي على الاسفلت بس، انما انت مش سامع اي حاجه تانية. نسبيا ما حدش بيزمر هنا، مفيش اي صوت. في عربيات كتيره جدا 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 هنا كلها كهرباء، او مش كلها يعني، بس جزء كبير جدا من العربيات اللي موجوده هنا عربيات كهرباء، فمش بتسمع اي صوت ازعاج. هنا واقفين اهو مش هينفع نعدي، مستنيين. حتى في الحتت الصغيره دي حاطين حد مسؤول ان هو يعدي ويدخل الناس، مستنيين يقول لنا احنا ممكن نعدي. ادي اهو قال لنا تمام فعدينا. انا مش عارف ليه الباص ده مربوط بحاجه من فوق. بصوا المنظر ده، ايه ده؟ كهرباء. بصوا النظافه يا جماعه، بصوا النظافه، الناس راكنه الحاجه بتاعتها بكل هدوء وسلاسه جنب الرصيف. بصوا العربيات. اللي مستغربه بقى ان هنا في لينز عكس على طول، يعني في لينات بعكس الطريق. يلا نلحق نعدي، الاشاره هتقفل، الاشاره هتقفل. قفلت بس الحمد لله لحقنا عدينا. ادي اللين بتاع العجل والموتوسيكلات اللي كنت بقول لكم عليه. المشكله الاساسيه هنا الصراحه حراره رهيبه، حراره مش طبيعيه بجد، يعني الجو حر جدا. احنا بقالنا تقريبا 10 دقايق لاول مره بنتمشى في شوارع شانغهاي مع بعض، فيعني انطباع غريب قوي ان احنا ما كناش متخيلين ان الليفل ده هنا في الصين. يعني على طول الناس بتتكلم عن الصين اللي هو لا انا ايه اللي يوديني الصين، او يعني هروح اعمل ايه، او هروح اشوف ايه، او ممكن يبقى اصلا حتى فاكر ان هي مش بلد متحضره قوي، ولكن هي عالم. اي حد بيقول الصين خيالي. ونسمع تقول لك ايه يا عم بلد مش نظيفه مثلا، والاكل حاجات مش عارفه ايه، وبيتكلموا كلها عن النظافه بالظبط، ومرتبط في ذهنهم الحاجات بتاعت الكورونا والحاجات دي بالظبط، اللي هو ده المكان اللي الكورونا طلع. انا اقسم بالله ما عارف الكورونا طلعت من هنا ازاي. انا والله العظيم ما اعرفش. بصوا النظافه ازاي، كميه، يعني بجد يا جماعه، يعني انا مش عارف الناس هنا تقريبا ما بتعياش، غير ان احنا اللي لاحظناه فعلا ان العمر الافتراضي بتاع الصينيين عالي جدا جدا جدا. يعني الناس هنا بيبقى عندها 70 و80 سنه، وبتلاقيهم صاحيين الصبح الساعه 6 الصبح بعد الفجر بيجروا في الشارع. ناس اهي طالعين من المدرسه بتاعتهم، واحنا بنتمشى في الشارع لانهم طالعين من المدرسه. تقريبا دي اتوبيسات المدرسه، او رايحين رحله بقى ولا مش عارف بيعملوا ايه، بس باب المدرسه صغير قوي، يعني تقريبا هي دي المدرسه بتاعتهم. فالحياه هنا بجد يعني ليفل نظافه مرعب فعلا. انا مش فاهم ازاي. يعني بصوا يا جماعه، اديني هوريكم الارض هنا. بصوا الارض ممسوحه حرفيا، يعني بتمسح تقريبا كل يوم، ومفيش اي حاجه في الشارع، مفيش اي حد بيرمي حاجه في الشارع، مفيش اي حد بيعمل اي حاجه في الشارع هنا. كل حاجه محسوبه بجد هنا. وصلنا بقى مطعم مسلمين برضو موجود هنا في شانغهاي. تقريبا اللغه اللي مكتوبه فوق دي هي لغه فارسيه. خليني اوريكم حاجه مهمه قوي، وهي علامه الحلال اللي تبصوا عليها وتدوروا عليها في المطاعم هنا قبل ما تاكلوا في اي حته. شايفين العلامه اللي فوق دي العلامه بتاعه الحلال في اي مطعم. فالموضوع مهم جدا ان انتوا لو عايزين تاكلوا وتدوروا على اكل حلال، تدوروا على العلامه اللي فوق دي، علشان هي دي العلامه اللي المطعم فيها بيقدم اكل حلال. فالمهم هنخش بقى جوه المطعم، نشوف الاكل عامل ازاي، نشوف المنظر جوه عامل ازاي. يلا بينا. احلى حاجه بقى في المطاعم دي ان على طول الاكل معظم الوقت في المطاعم المسلمه اللي حوالين اسيا اكل فعلا بيكون حلو قوي. شكل المطعم اهو. يلا بينا نقعد ناكل ونجرب الاكل الصيني هنا في شانغهاي لاول مره في مطعم مسلم. بصوا يا جماعه بقى ايه، ترابيزه مليانه بخيرات الاكل المسلم الصيني. دي بطاطس
بطاطس تانية بطريقة مختلفة. بطاطس تالتة هناك. فين؟ بطاطس تالتة. ودي لحمة، وبعد كده قرنبيط. دي لحمة، جمبري. ده ايه بقى ده؟ دي كرشة دي ولا دي؟ وده ايه اللي هناك برضو؟ اخر لحمة موجودة هنا، وشوية مشروبات صينية. يلا بينا ناكل ونجرب ونشوف الطعم في المطعم الصيني المسلم هنا في شنغهاي عامل ازاي. السمك الصيني. بسم الله. سمك مشوي. ادي البطاطس الحراقه. ايوه دي كل واحد متخصص الجمبري. لا هي في اختي كانت مولوده على الجمبري اصلا، ماما كانت صورة بالطريقة الصينية. معفن، طعمه مختلف، بطاطس من نوع آخر. بطاطس مش حلوة أوي. ريشة صغيرة. ايوه سمعني بعد كام يوم الريش دي رهيبة. قرنبيط صيني جامد. البطاطس دي خطيرة بجد، تحفة. ده يا جماعة تاكسي بدون سواق. تاكسي بدون سواق مشي وسابنا في الصين. شباب طلبت تاكسي من غير سواق هنا في الصين. هناخده. بتركبوا ورا. ايه؟ بقول لهم تقريبا بتركبوا ورا. مفيش ركوب قدام؟ بتركب قدام عشان ما اوكي. يعملوش صح، حاجة. ايوه، عشان ما يلعبش في الدركسيون. تعال نشوف كده هتعرف تركب قدام ولا لا. مفيش ركوب قدام عشان ما تلعبيش في الدركسيون. بس يا جماعه بصوا اللي هيحصل ده. بصوا الشباب راكبه من غير اي حد قدام. بصوا مفيش سواق خالص. الشباب هتتحرك دلوقتي. بصوا العربيه روبوت حرفي، يعني اللي فوق ده سنسور، هو ده اللي بيسكان الطريق. طبعا العربيه فيها سنسورز في كل حته حرفيا. مستقبل في الصين مرعب ورهيب بجد. بصوا العربيه تتحرك، بوم، دور، اتكل على الله. يا نهار ابيض، عربيه بدون سواق. حاليا راكبين في التاكسي اللي من غير اي حاجه، من غير ايه، من غير سواق. القعده بيقعد يكلمك. كنا متقدرين جدا بقى ان احنا ايه، يعني عمال يقول لنا البسوا الحزمه. ممكن تشغل حاجه. بصوا بقى الدركسيون اتحرك لوحده، سايقه مع نفسها والله العظيم، وبتقف مع نفسها. بصوا ولا سحر ولا علم. اهي يا جدعان العربيه والله العظيم بتتحرك لوحدها. هو ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار ابيض. بصوا يا جدعان الدركسيون بيتحرك على لوحده واحنا يعني العربيه سايقه اقسم بالله. بصوا مؤشر السرعه اهو، العربيه سايقه لوحدها ودينا بنتحرك احنا اهو. والله العظيم العربيه بتتحرك لوحدها يا معلم، صح؟ اهو لو محدش مصدق. انا بجد مش فاهم يعني ايه البلد دي. الواحد كل شويه عمال يشوف حاجات غريبه فعلا. يعني العربيه من شويه زعقت لناس ماشيين قدامنا وزمرت لهم حرفيا، ومفيش حد سايق اصلا. هي قررت ان هي تستخدم الزماره عشان في واحد مشي غلط قدامها فبتزمر له. فيعني احنا اتصدمنا حرفيا اول لما ده حصل. مش فاهمين هو ازاي العربيه دي مفيش حد هنا ادت كوماند ان هي تزمر لوحدها كده. ده اللي حصل. ودي واقفه اهي بتبقى اوير بكل حاجه، يعني هي عارفه ان في هنا اشاره ادي اهي، اللي هو الناس بتعدي المشاة دلوقتي فهي هتقف. وبعد كده لما الاشاره دي تفتح، يعني خليني معاكم كده ادينا اهو، هناخد الاشاره مع بعض. الاشاره مفتوحه، الناس ينفع تخش يمين بس، ولكن ما ينفعش نخش قدام، ما ينفعش نمشي من هنا. فالعربيه واقفه. الاشاره بتخلص اهي. 1 2 1 0. ادي الاشاره. اول لما خلصت العربيه هتقوم متحركه. انطلقت اهي في الشارع، بسم الله، تنطلق على الطريق ومشي. دينا مشينا. اول لما الاشاره فتحت، لما دوسنا هنا بقى ايه اللي طلع؟ الماب لحد المكان اللي احنا هننزل فيه. بعد كده مثلا تدوس هنا فيغير شكل بقى الماب نفسها. بقيت انت شايف العربيه نفسها بتحس ازاي بالعربيات اللي حواليها. بصوا بتزمر. شفتوا اللقطه دي؟ زمرت لوحدها وفضلت تخش يمين وشمال كده عشان اللي هو تظبط الطريق. فمش ماشيه بقى من هنا. ده المنظر بتاعها يا جماعه. تكنولوجيا مرعبه في كوكب الصين. اول يوم لينا هنا في شنغهاي بنعيش مغامرات حرفيا غريبه. ما زلنا في العربيه اللي بدون سواق دي. انا وشلبي حاليا بنكسبيرينس الرايد. احساسك ايه يا فنان؟
يعني بجد ما كنتش متوقع ان انا يعني هلاقي الحاجات دي كلها في الصين. لا موضوع مرعب بجد يعني. بصوا يا جدعان، بصوا اللي هيحصل دلوقتي. العربيه اهي سايقه داخله لفه، تلف شمال. بصوا الدركسيون بيلف لوحده، الدركسيون بيلف لوحده من غير سواق، ماشي على طول. هي عارفه طريقها يا باشا، هي عارفه طريقها. تفتح الخريطه هنا، هي عارفه هي رايحه فين. هي قدامها شويه وهتنزلنا. رعب 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 يعني. تخيل انت دي اللي قاعده معاك وانت اللي هو رايح الديستنيشن بتاعك ومش عارف يعني. هو عامه كده ده معناه ان في المستقبل القريب مش هيكون في سواقين خالص بنسبه 100%، ولا سواقين تاكسي ولا سواقين اي حاجه ولا سواقين باصات. كل الحاجات دي هتبقى اوتوميتد زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. تقدروا بقى تعلوا وتوطوا التكييف براحتكم من هنا. ادي درجه الحراره، انا عايزه ثلاجه اهو على 20، وهنا بقى تعلي او توطي المراوح. ده المنظر بتاعها، دي السنسرز اللي موجوده فوق. موضوع خطير يا جماعه، بجد موضوع خطير. كده احنا خرجنا من العربيه الحمد لله. وصلت واحده من اشهر الحدائق اللي موجوده هنا في شنغهاي، اسمها هوانغ زيان بارك. اتمنى اكون بقول الاسم صح. المكان ده فعلا لذيذ جدا علشان الاجواء بتاعته لذيذه يعني. لو انتوا جيتوا هنا في وقت اللي هو الجو فيه كويس هتستمتعوا فعلا باجواء لذيذه جدا. اول حاجه في بحيره جميله جدا، جنينه تحفه موجوده هنا، او الجناين عامه تحفه موجوده في كل حته حوالينا. بصوا يا جماعه المكنه اللي موجوده هناك دي، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، دي ممكن تطلب منها عصير او اكل ويجي لك بدرون طياره من السماء ينزل الاكل او العصير اللي انت طالبه هنا. غير كده بقى في اجواء البارك نفسها الصراحه لذيذه جدا. الناس كلها هنا موجوده من الصبح بدري. الساعه دلوقتي 10 الصبح او 9 الصبح، ناس عماله جايه هنا ترقص، تغني، تتعلم الرقص، تمشي عيالها، تلعب، مش عارف ايه. الحياه مختلفه بجد هنا خالص. غير كده اصلا الناس الكبيره هنا بجد الاجواء او الفايبس بتاعتهم مختلفه، اللايف ستايل بتاعهم مختلف خالص. بصوا مثلا كل دي ناس كسره ال60 وكسره ال70 سنه جايين هنا البارك الصبح يتعلموا يرقصوا. انتوا متخيلين ان الناس دي جايه هنا تتعلم الرقص؟ بجد حاجه مش طبيعيه. اللايف ستايل هنا بجد مختلف قوي، خصوصا الناس الكبيره بنلاقيهم كل يوم الصبح نازلين يجروا من الساعه 6 او 7 الصبح، قاعدين بيعملوا رياضه مع بعض في الشارع، قاعدين بيرقصوا. انا بجد وصلت بيا ان انا يعني فعلا الشعب الصيني يعني ليهم عادات وقيم جميله جدا. والحلو ان هم منغلقين او غالقين جدا على نفسهم، فمش سامحين لاي حاجه ان هي تاثر على ده او تدمره من القيم المختلفه اللي موجوده طبعا حوالين العالم. يعني احنا عارفين جايه منين، اللي نسبيا هدفها تدمير وتفكيك الاسر او القيم الاسريه حتى. فهنا فعلا في الصين الموضوع مختلف خالص بجد. شايفين الناس يا جماعه قد ايه هم مبسوطين، حاسين بالسعاده، بيرقصوا، بيضحكوا، مش عارف ايه، جايين بيتعلموا الرقص. تخيلين نازلين بارك يتعلموا الرقص، حاجه خطيره. وصلنا شارع اسمه ماومينغ رود، موجود هنا في وسط شنغهاي. ده منظر الشارع اللي موجوده هنا. المفروض ان هو واحد من اشهر الشوارع اللي موجوده هنا في المدينه، لان هو بيعكس حاجه مختلفه قوي. يعني هو حاجه ما بين الماضي والحاضر. يعني زي ما انتم شايفين شكل المباني كله يعني نسبيا inspired by history، ولكن الحاجه اللي موجوده دلوقتي كلها حاجات متطوره. فالناس بتيجي هنا. الشارع ده مشهور قوي في الحته بتاعه الشوبينج، في الحته بتاعه ان هم يعني بيجوا هنا يتسوقوا، يروحوا مطاعم لاكجري او حاجه زي كده. هو المفروض ان هو شارع نضيف جدا في وسط شنغهاي، قريب من كل حاجه. الناس بتيجي هنا عشان تعمل شوبينج، تتفرج على الاماكن. جينا هنا انا والشباب نستكشفه. مساء الخير، اهلا وسهلا حاج عجيزي. هلو. عامه ما تحسوش في الصين فعلا، صح؟ يعني انت قلت ايه من شويه؟ سوري. حواري شيكاغو. حواري شيكاغو. حواري، اشمعنى الحواري طيب؟ جوه كنا في الحواري، دلوقتي احنا في لا الشوارع يعني. هنا في النظافه، هنا في النظافه، نظافه شيكاغو بالظبط. صح؟ والله تحسوا فعلا مش في الصين خالص. وده ده الغريب فعلا يعني. فبنستكشف الاماكن، ادينا داخلين اهو من هنا، وبناخد لفه بقى في الاريا نفسها، بنعمل جوله وبنشوف هنلاقي ايه جوه. لقينا ايه جوه حاج؟ حي الاغنياء هنا في شنغهاي. انا مش ناس ساكنه هنا. هو في براندات يعني اهو
دولتشان جابانا اهو لسه معديين من جنبه اهو. في كان لوي فيتون من شويه، وكل مليارديرات واغنياء الصين بينزلوا هنا اكيد يعملوا الشوبينج بتاعهم ويروقوا عليهم. نازل هنا برضو يعمل هم قابلوني بالصدفه. احنا السبب اللي احنا جايين هنا احنا بنعمل انا قابلتهم بالصدفه. المهم ان احنا اتجمعنا سوا. الحمد لله الحمد لله. بس ده يعتبر المكان. خلينا نروح المكان اللي بعده. وصلنا واحد من اشهر الشوارع اللي موجوده هنا في العاصمه شنغهاي، هو اسمه هواهاي، يعني اتمنى اكون بقول الاسم صح. ده المول اللي موجود هنا، شارع فيه كل حاجه يا جماعه، فيه شوبينج مولز، فيه اماكن للاكل، فيه يعني بجد الشارع منور، شارع بجد الشارع ملون جدا، شارع جميل، الفايبس بتاعته لذيذه جدا، يعني تحسوا المنطقه لذيذه كده، فيها حاجات كتيره ممكن تعملوها. بصوا يا جماعه منظر التشوبا تشوبس اللي هناك دي، تشوبا تشوبس عملاقه. اجواء الشارع هنا في هواهاي خطيره. قاعد بتمشى بقالي تقريبا ربع ساعه. بصوا يا جماعه الشارع عامل ازاي، بصوا الانوار اللي هم حاطينها عامله ازاي، بجد رهيبه رهيبه رهيبه. الاجواء بتاعت الشارع ده في كل حاجه حرفيا، من براندات هدوم، براندات لبس، كل انواع البراندات اللي موجوده هنا. في براندات هدوم، مش عارف احنا دخلنا تقريبا ارت جاليري، ادي ارت جاليري اهو. انا مش فاكره ايه اللي بيحصل هنا، هل ده ارت جاليري هل ده ايه، ما عندناش فكره. دخلنا اكسبيشن كده في نص الشارع بتاع هواي هاي ده، وفي بقى الروبوت اللي قدامكم ده، هو مش روبوت يعني بس روبوت برضو، يعني بصوا على شكل بني ادم، دماغ بني ادم حرفيا، اتنين كونكتد بشعرهم، بصوا بيتحركوا، بصوا المنظر، حاجات غريبه جدا مش فاهمين هي عباره عن ايه في الصين. بس اللي احنا فيه ده المفروض ان هو ارت جاليري او ارت اكسبيشن، مكان الناس بتعرض فيه يعني الفن والحاجه بتاعتها. ده المنظر من الحاجات، احدى الحاجات اللي موجوده هنا الناس عارضينها. في طبعا موجود هنا برضو نظارات مختلفه من براندات مختلفه، ولكن دي الحاجه الاساسيه اللي موجوده هنا. ما زلنا في الارت جاليري، ده يعتبر حاجه من الحاجات الفنيه اللي موجوده هنا. الصراحه انا مش فاهمها، لو حد فاهمها يقول في الكومنتات. ناس موجوده هنا وفي زباله كتير قوي حواليهم، انا مش فاهم الصراحه ده معناه ايه. هل هي حاجه ليها علاقه مثلا بالريسايكلينج او حاجه كده، انا ما عنديش فكره الصراحه. وبعد كده في ايه بقى، في كرواسونايه هنا كبيره، مش عارف ايه الكرواسونايه دي. في هنا دمبلز موجوده او بنش بريس بالكرواسون، شوفوا المنظر. وادي كاتل بالدمبل عملاقه. وهنا في بالممشى اللي الناس تتمشى عليه بقى وتتمرن وبتاع. وبعد كده هنا عندنا بوكسنج جلوفز، دمبلز مختلفه، كاتل بالدمبلز برضو، وكانها جوائز بقى معموله من الكرواسون. خلينا نكمل مشي في شارع هواي هاي، ده مكان لذيذ جدا، في حاجات مختلفه. خلينا اوريكم اسم المحل او اسم الاكسبيشن من بره، عشان لما تيجوا هنا لو عايزين يعني تيجوا تاخدوا بصه وتاخدوا الصور اللي احنا اتصورناها هنا، تبقوا عارفين هو فين. هو ده اسم المكان، تخشوا تلاقوا الحاجه دي تحت. قاعدين بنتمشى في شوارع شنغهاي بالليل، ورايحين لاهم برج موجود هنا، وهو برج البيرل، وده الطريق المؤدي اليه. المفروض المكان ده كله، وطبعا البرج اللي هو موجود في الاخر يمكن انتوا مش شايفينه قوي دلوقتي، بس المفروض احنا شايفين جزء منه. يعني بصوا الجزء ده هو لسه مش منور، يعني الكوره دي ده البرج، بس طبعا ده الجزء اللي تحت منه هو مكمل لحد فوق، وده اشهر برج موجود هنا في شنغهاي. يعني بصوا الناس اللي واقفه هنا مثلا، كل الناس دي مستنيه ان الدنيا تنور. ليه بقى؟ علشان اللقطه كلها ان الساعه 7 كل حاجه بتنور هنا، والبرج اهو زي ما انتوا شايفين. ادي البرج المشهور بتاع شنغهاي، يعتبر اشهر معلم موجود في المدينه كلها، زي برج القاهره كده في مصر. المفروض ان هو هينور الساعه 7، احنا جينا هنا حوالي 7 إلا 5 تقريبا، وكل الناس بقى واقفه بالكاميرات. بصوا الناس دي هتعمل فوتو سيشن هنا، يعني دي عروسه تقريبا اللي ورايا دي، وهتعمل فوتو سيشن مع البرج هنا الساعه 7. وبصوا في ناس هنا برضو هم مش عارف بيعملوا فوتو سيشن ولا بيعملوا اعلان ولا بيعملوا ايه مع البرج نفسه هنا. فواضح ان الشارع ده مشهور جدا بان هو الناس بتحب تيجي هنا عشان تتصور مع البرج، لان واضح ان الفيو من الشارع ده بيكون مميز قوي. فيعني حاجه تخلوها في دماغكم لو عايزين تاخدوا صوره مميزه. احنا حابين الصراحه
نقرب للبرج نفسه اكتر ونشوف ناحيه تانية من البرج، فخليكم معانا. كمية الناس اللي مستنية هنا علشان تتفرج على الوقت السكاي لاين ده كله بينور فيه مش طبيعية. بصوا يا جماعة، الناس موجودة في كل حتة في الجسر ده، على اليمين وعلى الشمال مستنيين. هاي فاضل أقل من دقيقة والسكاي لاين كلها هتنور، فهوريكم اللحظة مع بعض. ده بعد ما نور، منظر طبعا مختلف خالص، سكاي لاين كلها نورت، غير طبعا اللي ورانا ده. بصوا يا جماعه المنظر هنا عامل ازاي، بجد تحفه. بصوا البرج بقى اللي هناك ده شكله مميز جدا. بصوا التوب بتاعه عامل ازاي، بتلعب حرفيا، اللون الازرق ده بيلعب هناك. وده برده الصراحه شكله خطير 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 بجد، سكاي لاين مش طبيعي. وطبعا برج البيرل من اهم الابراج اللي موجوده هنا في شانغهاي، هو يعتبر العلامه المميزه للمدينه. كل يوم هنا الساعه 7 تعالوا قبل 7 علشان تلحقوا المنظر ده وهو بينور زي ما اتفرجنا عليه كده. فعلى طول حاولوا تعالوا قبل، علشان طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا بتبقى زحمه جدا، فعلى الاقل تقدروا ان انتوا تقفوا عامه قريب من السور وتعرفوا تصوروا براحتكم لو انتوا عايزين تتصوروا. وصلنا مطعم حلال اخيرا في شانغهاي عشان نتعشى فيه بعد يوم طويل. الحمد لله مطعم حلال، والناس اللي شغاله هنا مسلمين نصين، مش عارفين بقى دول ايجور ولا دول ايه تحديدا، ولكن في مسلمين كتير برضو في الصين، ولكن على حسب البروفنس اللي هم فيه او الديستريكت يكون الاختلاف. يعني في ديستريكتس او مقاطعات فيها مسلمين كتير ومقاطعات تانية مفيهاش مسلمين تقريبا نهائي. هو الاكل شكله حلو، يعني البطاطس باللحمه دي مشهوره جدا، يعني كلناها كذا مره، يمكن كل مطعم بنقعد فيه لازم ينزلوا لنا البطاطس اللي باللحمه دي. بعد كده بقى السياخ دي برده كلناها اكتر من مره، بس الصراحه دي شكلها مغري اكتر من اللي كلناه. ده اسمه ايه مش فاكر، هو لحمه بس يعني انا مش فاكر اسمها الصراحه. وبعد كده ده عيش تقريبا معمول بطريقه معينه او بطاطس، هنكتشفها دلوقتي. شكل الترابيزه فيه حلو وعصير وكل حاجه. هنجرب الاكل الحلال هنا في الصين، تحديدا في شانغهاي، وشكله خطير. يلا نجرب ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. هنبدا بالسيخ. ادي السيخ، سيخ خطير. بسم الله. نزل كفته. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف، بتدوب والله، حلو قوي. لحم السيخ ده مش طبيعي، بعدين الدهن اللي عليه بيدوب، ده الفرق كمان. الطبق ده مشهور قوي هنا، يعني كل محل رحناه لقينا فيه الطبق ده، بطاطس باللحمه بالمكرونه، نفس نوع المكرونه اللي هي المنظر ده المنظر بتاعها اللي هي ايه، تخينه كده. بسم الله. طبق اللحمه بالبطاطس بالمكرونه، يعني انا مش مقتنع بالمكرونه الصراحه ان هي تبقى في طبق، يعني في طبق لحمه بالبطاطس، بس هو الميكس جامد، الاكل تحفه. وحش الكبير نزل، لحمه ضاني. اوف. فكره في محلات الاكل بتاعت المسلمين سواء هنا او في الهند او ايا كان ايه البلد، معظم الوقت اللحوم بتبقى حلوه فعلا، عشان بتبقى طريقتها قريبه من اللحوم اللي احنا متعودين عليها، فبنبقى مبسوطين. اللحمه دي خطيره، تالت نوع لحمه. هدوء الضاني كله بيقول حلوه. اوف، دي بتدوب يا جدعان، بتدوب.
الدهن بيدوب والله العظيم، واللحمه انا عايز اكل افطر هنا، عايز افطر هنا بكره الصبح. قمه العظمه قمه العظمه بجد. ده بقى العيش اللي وريته لكم من شويه، عيش بالسمسم كده بالتتبيله، المنظر بتاعه بسم الله. ناشف شويه، خليكم في اللحمه. لحمه ما بتهزرش، واللحمه الضاني اللي في الاخر دي مرعبه، هي خلصت تقريبا، نروح اخد بقى. حاليا قلنا بقى نيجي واحد من اشهر واجمل المناطق اللي موجوده في شنغهاي وتحديدا بالليل، وهي يوان رود او حاجه يوان رود تقريبا او حاجه كده. شاشات 3D هنا في شنغهاي وحوالين الصين كلها، في شاشات بقى تحس ان ايه، طالعه الحاجه طالعه من الحاجه المعروضه، هولوجرام 3D، مش عارف اقول ايه الصراحه. بصوا 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 المنظر، شاشه موجوده في نص الشارع عادي جدا. اوف يا خبر، لا لا رهيبه 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 رهيبه. اوف جامد قوي. وصلنا. بصوا يا جماعه شكل العماير هنا عامل ازاي، النور اللي موجود في الطريق، منطقه خطيره بجد. الناس بتيجي هنا للسهر الليلي، او مش للسهر الليلي تحديدا، يعني هنا مش حياه ليليه على قد ما انا قصدي ان الانوار اللي بتكون مفتوحه بالليل هنا اللي انتم شايفينها بتخلي شكل الشارع خطير، الاجواء بتاعته فعلا مش طبيعيه. هنا بقى محلات سوفونير وانتوا بتتمشوا موجوده في كل حته، ناس بقى بتبيع حاجات في الشارع، ناس بتبيع اكل، ناس بتبيع عصاير. وبعد كده بقى عندكم بصوا المنظر بقى اللي هنتفرج عليه. خلينا اوريكم المنظر بتاع واحد من اشهر المباني اللي موجوده هنا في شنغهاي. بصوا منظر المبنى يا جماعه عامل ازاي، تحفه فنيه. ولو عدينا الناحيه الثانيه من الشارع شوف بقى التحفه الفنيه رقم 2، منظر خطير بجد. العماره هنا يا جماعه مش قادر اقول لكم انا منبهر قد ايه بالعماره هنا. شفنا الحياه الفيوتشرستيك خالص في شنغهاي، وشفنا برضو تاثرهم بالماضي بتاعهم والعماره بتاعتهم اللي فعلا ما اتغيرتش على مدار السنين. بصوا بقى المبنى يا جماعه اللي قدامنا ده خطير، مش ممكن بجد شكل المبنى يا جماعه. التفاصيل بصوا التفاصيل، بصوا يا جماعه التفاصيل بجد. شايفين المبنى عامل ازاي من فوق؟ لا 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 لا، العماره في الصين بجد في حته تانية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا مغامره الصين وتعرفوا كل حاجه عن الصين اللي هتساعدكم في رحلتكم للكوكب ده اللي بجد من عالم تاني. شوفوا اخر فيديوهات من هنا واشوفكم المغامره الجايه.